مشاهدي الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم لحضراتكم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية السيلوى بالعناوين. الكليات تخرج 2296 طالبا هذه السنة. بناء سد في عدنان. جهود مرضية لتنمية البذور في الإقليم الأوسط. مالي تعلن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا. أستراليا ترفع مستوى التهديد الإرهابي من ممكن إلى محتمل. كوريا الشمالية تعلن نقل 250 قاذفة صواريخ إلى الحدود بين الكوريتين. السلام عليكم ورحمة الله. خرجت 6 كليات في مختلف مناطق البلاد 2296 طالبا بدرجات الدراسات العليا والبكالوريوس والدبلوم في مراسم التخريج التي جرت في الفترة من 13 من يوليو إلى 3 من أغسطس هذا العام. وفي هذا الإطار خرجت كلية التجارة والعلوم الاجتماعية 736 طالبا بدرجتي البكالوريوس والدبلوم، وكلية الزراعة 350 طالبا بدرجتي البكالوريوس والدبلوم، وكلية الهندسة والتكنولوجيا في ماي نفحي 381 طالبا بدرجتي البكالوريوس والدبلوم، وكلية أوروتا للطب والعلوم الصحية 275 طالبا في الدراسات العليا ودرجتي البكالوريوس والدبلوم، وكلية العلوم في ماي نفحي 260 طالبا بدرجتي البكالوريوس والدبلوم، وكلية إعداد المعلمين في أسمر 294 طالبا في الدراسات العليا ودرجتي البكالوريوس والدبلوم. وتضمن تخريج كلية أوروتا للطب والعلوم الصحية 4 أخصائيين في طب الأطفال وواحد في تخصص النساء والولادة. كما أن خريجو كلية إعداد المعلمين في أسمرة 294 تلقوا الدراسات العليا في علم التدريس بعد إكمال دراساتهم الجامعية سابقا. وأكد الخريجون أن لديهم مسؤولية عميقة لاستخدام المعرفة التي اكتسبوها لصالح مجتمعهم. دشن في 3 من أغسطس سد جديد شيد بتكلفة حوالي 15 مليون نقفة في ضاحية عدنان بمديرية مقركة. وأوضح تمس جانجويتوم الذي أشرف على العمل أن ارتفاع السد 16 مترا وطوله 12 مترا وعرضه 20 مترا، وسيخزن حوالي 147 ألف متر مكعب من المياه. وقال مدير ضاحية عدنان أن السيد كحساي أملسو من المياه المخزنة ستسهم في التنمية المروية إلى جانب توفير المياه للإنسان والحيوان. وذكر مدير مديرية لوغو عنسبة السيد إبراهام حاجوس أن العمل يأتي في إطار البرامج التي يتم تنفيذها في السنوات ال5 الماضية لحل مشكلة الأمن المائي في 11 إدارة ضاحية. وأوضح حاكم إقليم القاشبرك السفير محمود علي حروي اكتمال تشييد 3 سدود من جملة 6 سدود كبيرة خطط لإنشائها في المديرية بتعاون الشعب والمؤسسات الحكومية والجيش، وبلغت السدود ال3 المتبقية مرحلة التشطيب، وأشاد بمبادرة الشعب بتنسيق قدراته. ضاحية عدنان واحدة من إدارات ضواحي مديرية لوغو عنسبة 13، وتبعد عن مقركة حوالي 16 كيلومترا إلى الشمال. قال مسؤول تنمية البذور في قسم الزراعة والأراضي في الإقليم الأوسط السيد أمانييل والدزيون أن جهود مرضية تجري لتنمية بذور القمح المحسنة وتهجين بذور الذرة الشامية. وحول الزراعة في موسمي الربيع والخريف، أوضح زراعة 29300 هكتار من الأراضي هذا العام 81% منها مزروعة بالذرة، و14.4% بالبقوليات، و4% بالبذور الزيتية، وتوزيع 2500 كنتال من بذور القمح المختارة مجانا. وقال إن بذور القمح المختارة تتميز بإنتاجية عالية ومقاومة عالية للآفات والأمراض وتتحمل الجفاف. ودعا مزارعي الإقليم الأوسط لحماية التربة وحفظ المياه واستخدام البذور المحسنة وتنويع البذور والتسميد. يقدم مستشفى ماي عين العمومي مساهمة جديرة بالثناء في الحد من الإصابة بالأمراض من خلال رفع مستوى الوعي بين المستخدمين. وأوضح مسؤول المستشفى الممرض تسفو قبرهوت إن عدد الأمهات اللائي يخضعن لرعاية ما قبل الولادة ويلدن في المنشأة الصحية قد زاد في الأشهر ال8 الماضية.
وذكر بأن تغطية التطعيم للأطفال دون سن الخامسة زادت بنسبة 80%، وقد أدى التطعيم في عيادتي كوعاتيت وأقنافنا وتجول الكادر الصحي في 8 نقاط صحية للتطعيم زاد بالنسبة التغطية. وأشار إلى رش المبيدات الحشرية في 21 قرية متأثرة بالملاريا وتوزيع الناموسيات على أكثر من 12 ألف أسرة. وأكد المواطنون على أن الخدمات التي تقدمها المستشفى عامة والمرأة الحامل والأطفال بشكل خاص تستحق الثناء. ويستقبل المستشفى العمومي الخدمات الصحية لسكان 62 قرية. دعا قائد شرطة الإقليم الجنوبي العقيد زميكائيل تخلية الأسر إلى المشاركة الفعالة في تنشئة مواطنين بالقيم والأخلاقيات السمحة. وأوضح في الاجتماعات التي عقدها لسكان مديريتي دك أمحري وعدخالة إن معظم مرتكبي الجرائم والمخالفات نشأوا بالافتقار إلى الانضباط والأخلاق، وعلى جميع الأسر منح الأولوية للتنشئة الصحيحة. وقال إن التقدم التكنولوجي سلاح ذو حدين، ويجب محاربة كل ما يتعارض مع قيم وثقافة مجتمعنا، وخاصة تلك التي تروج للعنف والأعمال والأفعال الفاحشة والقضاء عليها بوعي. واقترح المشاركون لتغطية الآبار المفتوحة التي تعرض حياة البشر للخطر وإطلاق حملات توعية لمكافحة الجرائم. في غضون ذلك قامت شرطة الإقليم الجنوبي بتقييم أنشطتها خلال الأشهر الثلاثة الماضية يوم 30 من يوليو الماضي في مدينة مندفرة. وأفاد الاجتماع تسجيل أكثر من 500 مخالفة وجريمة على مستوى الإقليم و77 حادث مروري خلف أضرارا في الأرواح والممتلكات. وأشار إلى القيام بأعمال مرضية مع الشرطة الأهلية لضمان الأمن. بعد الفاصل سادتي يعود بالأخبار الخارجية. أعلنت مالي قطع علاقاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا بعدما أقر مسؤول أوكراني رفيع وفق باماكو بضلوع كييف في تكبد الجيش المالي ومجموعة فاغنر الروسية خسائر فادحة في معارك مع انفصاليين وجهاديين وقعت في أواخر يوليو. وعلى المتحدث باسم الحكومة المالية الكولونيل عبد الله مايغا إن الحكومة الانتقالية في مالي قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا بمفعول فوري. وجاء في بيان لمايغا إن حكومة مالي أخذت علما بدهشة كبيرة بتصريحات أقر فيها المتحدث باسم وكالة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية أندري يوسوف بطلوع أوكرانيا في هجوم جبان وغادر وهمجي شنته جماعات إرهابية مسلحة أسفر عن مقتل عناصر من قوات الدفاع والأمن المالية في تين زاويتين عن أضرار مادية. واعتبرت الحكومة المالية أن هذه الأفعال تنتهك سيادة مالي وتتخطى إطار التدخل الخارجي وتشكل دعما للإرهاب الدولي. رفعت أستراليا مستوى التهديد الإرهابي لديها إلى محتمل من ممكن، مشيرة إلى زيادة في الآراء المتطرفة في البلاد مما أدى إلى زيادة احتمالات التخطيط لهجوم بري في الأشهر 12 المقبلة بنسبة تزيد على 50%. وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إنه رفع مستوى التهديد في البلاد بناء على نصيحة من الأجهزة الأمنية، لكنه أضاف أنه لا يوجد تهديد وشيك بشن الهجوم. وقال مايك بيرغيس مدير منظمة الأمن العام في أستراليا وهي جهاز المخابرات الرئيسي في البلاد إن التوترات في الشرق الأوسط كانت عاملا مساهما في رفع مستوى التهديد، وشهدت أستراليا عدة هجمات عنيفة في الأشهر القليلة الماضية وتم تصنيف بعضها على أنها ذات دوافع متطرفة. أعلنت بيونغ يانغ أنها نقلت 250 قاذف الصواريخ من الجيل الجديد إلى قواتها المتمركزة على الحدود بين الكوريتين، حيث استأنفت سيول دعايتها المناهضة لكيم جونغ أون عبر مكبرات الصوت. وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن مراسم نقل 250 قاذف الصواريخ تكتيكية من الجيل الجديد إلى القوات العسكرية على الحدود أقيمت في بيونغ يانغ تحت إشراف الزعيم كيم جونغ أون. وأضاف كيم في خطابه أن الكشف عن الأسلحة الجديدة في وقت تعاني البلاد أضرار الفيضانات هو مؤشر على الإرادة الراسخة لحزبنا للمضي قدما في تعزيز القدرات الدفاعية وفقا لوكالة الأنباء الرسمية. وتعمل بيونغ يانغ على تعزيز قدراتها العسكرية على الحدود، حيث تمر العلاقات بين الشمال والجنوب حاليا بواحدة من أكثر الفترات توترا منذ سنوات.
قالت القوات المسلحة الفلبينية أن الفلبين واليابان أجرتا أول مناورات عسكرية مشتركة في بحر الصين الجنوبي في أحدث تعاون بين البلدين. وذكرت القوات المسلحة الفلبينية في بيان أن هذا النشاط كان جزءا من الجهود الجارية لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي. وتأتي المناورات التي جرت داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين بعد مناورات مماثلة بين مانيلا وواشنطن. ووقعت الفلبين واليابان وهما حليفتان للولايات المتحدة الشهر الماضي اتفاقية عسكرية تاريخية تسمح بتبادل نشر القوات. وتقول الصين إن معظم بحر الصين الجنوبي أراضٍ تابعة لها، كما تتنازع بروناي وماليزيا والفلبين وتايوان وفيتنام السيادة على مناطق بالبحر الذي يمر عبره الجزء الأكبر من دجارة شمال شرقي آسيا مع بقية العالم. في ختام هذه النشرة إلى حضراتكم تذكيرا بالعناوين. الكليات تخرج 2296 طالبا هذه السنة. بناء سد في عدن أمن. جهود مرضية لتنمية البذور في الإقليم الأوسط. مالي تعلن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا. أستراليا ترفع مستوى التهديد الإيراني من ممكن إلى محتمل. وكوريا الشمالية تعلن نقل 250 قاذف الصواريخ إلى الحدود بين الكوريتين. انتهت نشرة أخبار المساء قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى.